يمكن انت شفته مرة او مرتين، فخليني احكي لك قصة الراجل ده. هو اسمه عادل بديع خيري، ابن العظيم بديع خيري. هنقول عادل خيري. اتولد سنة 1931. أبوه بديع خيري ونجيب الريحاني اشتغلوا سوا. الناس كانت مفكرة بديع خيري مسيحي والريحاني مسلم، بس هما العكس. المهم بديع خيري كان نفسه ابنه يطلع محامي، وفعلا عادل طلع بيحب التعليم وخد ليسانس الحقوق ودبلوم الشريعة الإسلامية ودبلوم الاقتصاد السياسي. مش بس كده، ده كمان فتح مكتب محاماة. في الكلية اتعرف على بنت اسمها إيناس حقي، حبها. هي كانت بطلة سباحة ونجمة الكلية يعني. المهم يا سيدي اتقدم يتجوزها. قالت له يا عادل أنا مسلمة، وديني يمنعني أتجوز من غير مسلم، لأنها كانت مفكراه مسيحي. فقال لها أنا مسلم، واتجوزوا وخلف 3 بنات زي القمر، كلهم أساميهم بحرف العين: عبلة وعزة وعطية. أكيد انت عارف مسرحيته الشهيرة إلا 5، اللي كانت ماري منيب بتقوله انت جاية اشتغلي ايه، فيقول لها سواق يا ست هانم سواق. فضل عادل خيري يعمل مسرحيات على مسرح الريحاني، وبقى هو بطل كل المسرحيات وهو كان في سن صغير. هو تقريبا أعاد كل تراث الريحاني على المسرح. وزي ما عادل خيري ورث عن أبوه الفن، ورث منه المرض. ورث منه مرض السكر. أبوه وأمه كان عندهم مرض السكر. أبوه قطعوله صوابع رجليه ال10 علشان السكر، وبقى مش قادر يمشي، وأمه اتعمت بسبب نفس المرض. السكر عمل لعادل خيري تليف كبد قبل ال30، وبقى تقريبا عايش في المستشفى. وكان صاحبه محمد عوض بيمثل بداله. مراته الست إيناس كانت تروح تقعد معاه في المستشفى، وآخر اليوم تروح. وفي يوم وحشوا المسرح وقرر يزوره، وفي الكواليس بص من الستارة. الناس شافته مش قادر يصلب طوله، المرض هده. الناس قعدوا يسقفوا ووقفوا هما بيسقفوا، وهو قعد يبكي، وبعدها مات على طول. هو عمل فيلمين بس ومسرحيات كتير، ومات وهو 31 سنة. بس المحزن ان الاستاذ الكبير بديع خيري عرف بخبر وفاة ابنه منين؟ من الراديو. فتح الراديو، لقى الراديو بيذيع الخبر كده: وفاة الفنان الشاب عادل خيري بعد صراع مع المرض. وفضل يبكي عليه لحد ما مات بعده ب3 سنين.